السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى جت ايه العلبة بتاعت العيد، يا كحك العيد يا احنا، يا شرباتات يا احنا، يا بسكوتات يا احنا، يا بلح أمهات يا احنا، في الكوبايات يا احنا. كنتوا بتغنوا زينا كده؟ شايفين؟ هي دي الفخامة. طبعا ولادي من مدمنين صينية البشاميل. صينية المكرونة بالبشاميل دي بتتعمل في الأسبوع العادي مرة، وبتتعمل في رمضان كل أسبوع برضو مرة. إجباري يا جماعة، إجباري، وأنا نفسي ما بحبش المكرونات، بس بالتالي مجبرة إن أنا أعمل صينية مكرونة بالبشاميل وإيه وبالفراخ. ولادي ما بيحبوش اللحمة المفرومة طالعين زي أمهم. أنا من أكلة اللحوم البيضة، يعني الفراخ البيضة البانيه. ففي اللحمة الحمرا العادية ديّة صعب عليّا. معايا بقى كيلو بانيه هناخده نُص نتبّله، والنُص التاني هنعمله في المكرونة. اللهم صل على النبي. المَيّة بتاعة المكرونة بتغلي، حطينا فيها كيس المكرونة وتبّلنا البانيه بتاعنا بقى تتبيلة محترمة كده. هناخد منه نُصّه بقى للمكرونة زي ما أنا قُلت لكم، والنُص التاني هنحمّره. وفي جزء هيتحط في الفرن الملوكة لإنها ما بتاكلش حاجة بزيت، والنُص التاني هنعمله نحمّره ليّا أنا وهشام. حمّرنا بقى وتبّلنا، وطبعًا تاخدي كوباية مَيّة للمكرونة في البشاميل بتبقى خطيرة، خطيرة يا ولاد. هنا بقى اللبن، هنعمل بقى نحمّر بقى شوية حتّة زبدة كده محترمة، حتّة زبدة بقى يا بنات محترمة كده. اوعي تنسي كوباية مَيّة السلق دي تحطيها في المكرونة. ويا سلام بقى لو عندِك معلقتين قشطة، أو عندِك شوية جبنة موتزاريلا فايضين في التلاجة كده في الفريزر، دوري عليهم وهاتيهم. أنا عارفة إن أنتِ حاطة حتّة جبنة كده موتزاريلا مدرياها من العيال، حطيها في جنب كده، هتلاقيها في جنب في الرف التاني كده، أنا عارفة طريقها، قومي أنتِ وهي هتلاقي الحتّة. فحطيت حتّة زبدة كده محترمة جميلة، وإيه، وهنبدأ بقى نحط الدقيق عليها 4 معالق دقيق، وبما يعادلوا 4 معالق زبدة، بما تعادل كوباية لبن لكل معلقة دقيق ومعلقة زبدة. مش محتاجة حاجة صينية البشاميل نهائي. 10 دقايق لو متأخرة قومي اعمليها، 10 دقايق بالضبط وهتتعمل على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن. حطينا الدقيق وحطينا الزبدة، حطينا شوية زيت ذرة، وأدا البشاميل اتعمل. المكرونة بتاعتنا زي الفل، ما تغسليهاش تاني بقى. أهم حاجة إن أنتِ ما تغسليهاش تاني، هتحطي بقى نُص الكمية على البشاميل وتخلّيها juicy بقى كده. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. قلِّب، 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 قلِّب. قلِّبي يا ملوكة يالّا. ملوكة اللي بتقلِّب والّا أنا؟ دي ملوكة. قلِّبت بقى وهتبقى نبدأ نعمل الصينية بقى. ما شاء الله تبارك الرحمن. حطينا معلقتين هنا بقى، ونفرد بقى النُص هنا والنُص التاني لل للي فوق، نحط عليه البشاميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا اللي ياكل. بتبقى غرام يا بنات، بتبقى غرام، غرام. طبعًا مين اللي عمل كحك العيد تسلم إيديه، واللي اشترى برضه تسلم إيديه. بس أوعدكم بإذن الله لو عِشت وكان ليّا عُمر السنة الجاية، هاعمل معاكم الكحك والبسكوت، بس بطريقة أمي. يا سلام يا ولاد، يا سلام كانت أيام جميلة. لمّا كانت ماما بقى تعمل الكحك والبسكوت بكمية كبيرة تروح عند جدته يخبزوا بقى في الفرن الفلاحي يا سيدي. اللي عايزني بقى أشرح لكم كانت بتعمل قولوا لي في الكومنتات كده، أو احترضوا قولوا إحنا كنا بنعمل كذا وأنتِ بتعملي كذا يا شيري، واحكي لكم قصص بتاعة زمان الجميلة دي. هنا بقى حطينا البشاميل القمر أهون. أنا باحب أخرج على النص يا بنات، باحب أحكي حكاوي أوي. مين اللي بيحب يحكي الحكاوي زي كده؟ يا ريت اللايك واشتراك في القناة. باحبكم في الله، يا أحلى أخوات في الدنيا كلها. واكتبوا لي كده اللي حابب يعرف الحاجات بتاع زمان والقصص بتاع زمان، والفرن البلدي والخبيز العيش القمح والخبيز العيش الذرة، وإن إحنا نروح المكنة ونطحن الغلة، والغلة اللي خرّج منها الدقيق. لو عايزين الحاجات ديّة أنا باحب أحكي الحكاوي دي أوي. مع السلامة.